أول ما تمسك كتاب فجأة تذكر إنك جيعان أو عطشان أو إنه لازم تظبط غرفتك. لما تمسك الموبايل تبعك تقعد 3 ساعات وما تحس فيهن كمان. طيب ليش؟ ليه؟ يعني معقول دماغك بكره الدراسة؟ كرهتك يا حبيبي. أو في مؤامرة كونية. اليوم بدنا نحكي عن أسرار نفسية دماغك ما بده يشاركك فيها. وليش الحصة 40 دقيقة وبتحسها عن 3 ساعات، بينما فيديو لقناتي أنا مدته 15 ثانية هيك بتحسوه فريرة. ليش المخ ما بحب الدراسة؟ هسا أنا بقول لك. السبب مش لأنك كسلان، بس لأنه مخك مبرمج بده الإشي السريع والممتع، بينما الدراسة بتتطلب التركيز، تأخر في المكافآت. بس إذا بدك تحضر فيديو أو تلعب لعبة بتكون المكافأة فورية، يعني مثل ضحكة حركة، صوت، كرتون. يعني مخك بفضل بيكون في مكافآت سريعة. نظام المكافآت في الدماغ يا سيد العزيز، في إشي في الدماغ اسمه دوبامين. هذه مادة كيميائية بتحفز الشعور في المتعة. كل إشي بتحب إنك تعمله مثل تاكل شوكولاتة أو تلعب أو إنك حتى تحط لايك للفيديو أنا بسويه هسه. يعني دماغك بصير يرش دوبامين. هي كمل كمان كويس رش خلي الناس تعرفك. بس الدراسة يا سيد العزيز دماغك بعد 3 سنين يمكن تجيب شهادة، يعني سلافة مملة. لهيك بتشعر بالملل. بس في حل مرتب كيف نخدع الدماغ. الطريقة الأنسب لنخدع دماغنا، يعني الحل الأنسب كيف نخدع الدماغ، نحول الدراسة لألعاب. طب أنا عندي الحل. جرب اعمل كويزات، بطاقات، أي إشي. كافئ نفسك، ادرس ربع ساعة، ريح حالك 5 دقايق. أو مثلا روح ادرس مع أصحابك، بس مو تضحك على حالك تروح تلعب وشدة. قسم المواد لأجزاء صغيرة، لأنه المخ ما بحب الحيطان الكبير. وفي النهاية يا سيد المحترم، يعني مش غلط إنك تمل من الدراسة، يعني دماغك ببساطة بده شوية تحفيز. مشكلته مش بالكسل، مشكلته إنه ذكي بزيادة. في النهاية إذا بدكم نعمل جزء ثاني كيف نحفظ بسرعة أو ندرس بدون زهق، اكتبولي في التعليقات واعملوا لايك وشير وخلي دماغك ينبسط كمان شوي. سلام.